تعالوا نتعرف على الجهاز ده سوا. اول حاجه كده البوكليت الاطفالي اللي معانا ده بوكليت كان مليان زي ما انتوا شايفين كده. اللي هو الزغبار اللي هو الحاجات البسيطه بس اللي بتبقى ملياه كله، فبتحول شكله من جديد لقديم بالمنظر ده كده. انا كنت عمره ما هلبسه للبنوته بتاعي، حولناه للشكل ده كانه جديد، كانك لسه جايبه حالا. شايفين المنظر؟ شايفين الكم رجع جديد ازاي؟ الالوان رجعت زاهيه جدا، شكله بقى حلو قوي بصراحه. عملت كده بقى في بنطلون عندي برضو ما كنتش بلبسه ورجعته تاني كأني لسه شارياه. البنطلون ده يا جماعة خامته صوف كده شوية، وكان مليان برضو اللي هو زغبار في كل حتة، وقلت مستحيل هلبسه، رجعته تاني زي ما انتوا شايفين. عملنا فيه ايه بقى؟ يعني عملنا في البنطلون ده ايه وعملنا ايه في كل البوكليتات اللي عندنا؟ استخدمنا ده، شايفين ده اول حاجة الحاجات اللي طلعت من البنطلون. دي مكنة الوبر يا جماعة. جبت بقى بوكليت عندي، شايفين؟ شايفين شكله هنا جميل ازاي في الصورة؟ انا هوريكم شكله كان عامل ازاي. اتفرجوا معايا كده. شايفين هنا؟ انا هنا شغلت مكنة الوبر وقلت بقى اخد حتة حتة فيه. البوكليت ده انا بحبه جدا، بس برضو كنت راكناه. قلت لا، انا هرجع البسه تاني وهرجعه جديد تاني، وابتديت امشي مكنة الوبر عليه واحدة واحدة. المكنة دي يا جماعة، المكنة دي جميلة جدا وبترجع كل حاجة جديدة تاني. انا جربتها في الكولون، جربتها في البوكليتات، جربتها في كل حاجة. زي ما انتوا شايفين بتبقى بالشكل ده. وهنا الجزء ده بنفضيه بقى وبننضفه، وبناخد حتة حتة كده في الحاجة اللي انتي بتعمليها. انا عايزة اقولكم ان لحد الشرابات الصغيرة بتاعت الاطفال بترجعها كأنها جديدة. شايفين؟ هنا بنمسك بقى حتة حتة ونمشي المكنة عليها، بترجع كل حاجة جديدة حرفيا. الشرابات والله العظيم رجعت جديدة زي الأول. طبعا مش هقدر اصور كل حاجة، بس انا طلعت الفيديو ده عشان اقول لكم ان انا بنصحكم بصراحة ان انتوا تجيبوا المكنة دي. سعرها بيبقى بسيط وفي نفس الوقت بترجع لك حاجات غالية كأنك لسه جايباها حالا. بمجرد ما بتحطيها بقى في الفيشة وبتشغليها. طب بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بتبقى عادية شكلها عامل كده. بتبقى انواع طبعا، بتبقى جاي معاها سلاحين، ده سلاح وسلاح متركب لها. بس كل حاجتها اهو، الكرتونة بتاعتها بتبقى موجودة في اماكن كتير جدا. تقدري تجيبيها اونلاين وتقدري تجيبيها من اي مكان انت عايزاه، بتبقى بنفس السعر. بيبقى عندك الجزء الشفاف ده بقى هو اللي بيلم الوبر او بيلم الحاجات اللي بتطلع من الحاجات عندنا، البوكليت او الشراب او اي حاجة.